السلام عليكم. أتمنى الناس تتقبل وجهة نظري اللي أنا هقولها طبعا بالمنطق وبالعقل. أولا، إيه الداعي إن احنا نحط مجلس إدارة نادي الزمالك في ضغط رهيب، والضغط ده ممكن يؤدي إلى بعض المشاكل الصحية وخصوصا الكابتن حسين لبيب. أنا آخر صورة شفتها للكابتن حسين لبيب قريبا مع طبعا كأس مصر لما راحوا له البيت، بصراحة كان شكله الراجل فعلا كان يدل على إنه فعلا اتعرض لضغوط نفسية أدت إلى مشاكل صحية عنده. هي في الأول وفي الآخر كورة، بلاش الناس تضغط وتسبب الضغط للناس دي، لأن في الأول وفي الآخر دول بني آدمين ودول ناس كبار في السن، فطبيعي يكون نلتمس لهم العذر، وبلاش ضغط ضغط ضغط، لأن في النهاية الضغط بيولد الانفجار. هي في الأول وفي الآخر كورة، وأنا طبعا يعني بشكر مجلس إدارة النادي الأهلي إنها لا تراعي الظروف الصحية للناس، وعمالة كل همها إنها تاخد اللقطة وتركب الترند، إن إحنا خدنا منكم لاعب، وفي الأول وفي الآخر كورة. ولو كان في الخير ما كانش رماد طير. إحنا لعبتنا أصلا يعني مش شايفين عليهم العروض بتنهال عليهم من الدوري الإنجليزي والدوري الأسباني، فبلاش نضحك على نفسنا. وهي في الأول وفي الآخر كورة محلية، وإذا كانت كرة قارية احنا برضو بنروح في المحافل الدولية، مش بيكون لنا وجود ولا أصلا اسمنا موجود. هو إلا يعني لاعب واحد فقط، يعني الله يبارك له، الكابتن محمد صلاح. فعلا هو لاعب كبير، وفعلا هو ده اللي خلى اسم مصر يلمع في الملاعب الإنجليزية، وبعدين هيبقى عمر مرموش إن شاء الله. هي دي النماذج المشرفة. أي نعم، النادي الأهلي بياخد بطولة أفريقيا وبيمثل مصر، لكن إحنا عايزين نشوف نهائي كأس عالم الأندية. ساعتها نقول فعلا الأهلي ده كبير. عايزين نشوف نهائي كأس عالم الأندية، او كاس العالم للانديه اللي هو هيتلعب في امريكا قريبا ده، لان كؤوس العالم للانديه اللي فاتت كلها الاهلي ما كانش بيقدر يصعد النهائي مع انه اكتر فريق راح. فده برضو يعني خلينا نتكلم بالمنطق ونكون واقعيين. وترقبوا بيراميدز النسخه القادمه هيروح مكان اكبر من مكان الاهلي، وساعتها انا مش عارف والله العظيم هيكون رد فعل يعني اعلام الاهلي هيكون ايه، لان فعلا الموضوع بقى فج والكلب مكيالين، والموضوع بقى صعب جدا، وانا الواحد فعلا بيقول كلمة الحق، والله الشاهد بقى على كل شيء.